السلام عليكم. اليوم راح نحل مكعب روبيك للمبتدئين اللي ما بيعرف. بس لكن قبل بداية الفيديو حطوا لنا لايك واشترك بالقناة. وهلا ما بدنا نطول عليكم، بترككم مع الفيديو. طبعا مثل ما انكم شايفين انا اخترت هذا النوع من المكعب، سعره حوالي $1.50. نوعه كويس ومنيح، في ارخص في اغلى. فيك تستعمل اي مكعب مثل ما انكم شايفين. ايضا بتجي تعليمات، هاي التعليمات في حال كانت حتى مأشري لك في حال وين وقفت وبامكانك تستفيد منها. مثل ما انكم شايفين ايضا بامكانك هذا المكعب عجبني لانك فيك تفتله بهاي الشكل مثل ما انكم شايفين. ايضا في انواع مكعب ثاني مثل ما انكم شايفين. هذا لقيته كمان سلس، بس لكن هاي الميزه فيه ما موجوده مثل ما انكم شايفين. المفروض اني ارخي البراغي لحتى تصير معي بهذا الشكل. هلا خلينا نتفق على شيء، انه للمكعب له اكثر من خوارزميه. مشان تحفظ الخوارزميات تجيب ورقه وقلم وتاع اكتب. لا اذا اشرنا قدام يسار تحت يمين اشر هيك مشان تحفظها. انا هيك حفظتها وهيك تعلمتها. شوفوا كما انكم شايفين. هلا الابيض شرط اساسي انك تتركه لتحت، والاصفر لازم تتركه لفوق. هلا نبلش باول خوارزميه، هي لازم ترسم هون شكل زهره، بالنص اصفر وعلى الجناب كلها بيض. هلا شلون نجيبها؟ هلا في عندنا وحده مطبقه والثانيه راح نطبقها على حده. شوفوا مثل ما انكم شايفين، هاي اذا رفعناها لفوق راح تنخرب، لذلك راح نبرمها هيك. شوفوا مثل ما انكم شايفين طبقت معنا. هلا نشوف مثال ثاني. شوفوا مثل ما انكم شايفين، في حال هاي قلبتها هيك ما راح استفيد شيء، راح تصير عندك بهذا الجنب. هلا ايش راح اسوي؟ راح ابرم المكعب كله من فوق، برمي وحده اجي ابرمها هيك. شوفوا مثل ما انكم شايفين صارت معنا 3. هلا انت ما لك علاقه بالاطراف، الك بالنص فقط. هلا في حال كان معك من النص اسهل شيء انك تبرمها برمتين لفوق بتمشي حالها. في حال عندك من على الطرف كمان سهله ما صعب، يعني تبرمها هيك مثل ما قلنا المكان الفاضي بتبرمها لفوق. هلا صار عندك هيك كمان، اذا برمناها لهون راح تنخرب معنا، لذلك راح نبرمها برمي هيك وراح نبرمها لفوق. صارت معنا شكل زهره. هلا الحراف قلنا ما لك علاقه فيها. هيك بعد ما انتهينا من خوارزمية الزهرة اسهل شيء بنجي على الخوارزمية اللي بعدها. شوفوا مثل ما انكم شايفين هون لازم نطبق حاليا الصليب، ابيض 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 ابيض، هي اشارة الصليب كلياتها. شوفوا مثل ما انكم شايفين في عندك هون ابيض وبرتقاني وابيض واخضر وابيض واحمر وابيض وازرق. هلا انت لازم تطلع على النص من يمك. هلا في عندك هون ازرق، لازم تنقله على اليم الازرق صح مثل ما انكم شايفين. خلينا نجي على مثال ثاني. شوف اتطبقت معنا بشكل ساوي. خلينا ناخذ مثال ثاني. هلا البرتقاني لازم ننقله على البرتقاني. لازم تبرموا برمتين لتحت عشان تصير الفوق تحت. شوفوا مثل ما انكم شايفين فوق لازم يكون تحت. هلا بنجي على اللي بعده. شوفوا مثل ما انكم شايفين طبقت معنا اول واحد. نجي على الاخضر بنبرمه على مقابله وهو اللون الاخضر، بنبرمه برمتين لتحت. الفوق قلنا لازم يكون تحت، برمي تنتين. هيك صار معنا اشارتين. هسه بدنا تنتين الاخر على الاحمر، برمي تنتين. شوفوا هيك طبقت معنا اشارة مثلث. شوفوا اللي انكم شايفين هسه معنا واحد، برمي تنتين. هيك صار معنا شكل صليب 1 2. هلا ما لك علاقة انت بالاحراف، انت لك بس بالزائد. هلا ممكن تطبق معك حراف كلهم بس بكون ما هي صحيحة. هلا احنا لازم نسويها صحيحه. بنجي على الخوارزميه اللي بعدها. هلا احنا ايش راح نسوي؟ الابيض لازم نتركه لتحت، هاي شرط اساسي، والاصفر فوق، وراح نبرم المكعب بهذا الشكل. هلا احنا لازم نطبق التحتاني كله ابيض، والاحراف كله لازم، يعني السطر الاول لازم يتطبق كله بشكل نظامي ولونه واحد. هلا شوفوا في عندك اذا كان عندك اخضر واحمر لازم تنتقل على الاخضر واحمر. هلا شوف عندنا برتقاني وازرق ما بصير، معنا حاليا احمر واخضر، تحت عندنا احمر وازرق ما بصير، لازم نبرمها برمي الاخر. هلا شوفوا مثل ما انكم شايفين احمر اخضر احمر اخضر نظامي 100%. هلا في حال كان عندك الابيض من فوق ايش راح تساوي؟ راح تبرمها 3 مرات، قدام يسار تحت يمين. هاي المره الاولى. المره الثانيه قدام يسار تحت يمين. هاي الثانية قدام يسار تحت يمين. ولازم تتأكد انه طبقت معك 100%. هيك بكون شغلك نظامي. في حال كان عندك من على اليسار او من على اليمين او من قدام، هلا قلنا من فوق، هاي الخوارزمية لازم تعملها. الخوارزمية هي نفسها بس لكن عدد المرات ايش بدك تكررها. هلا في حال كان عندك الابيض من يمك ايش راح تساوي؟ راح تقلبه على اليسار وحدة، وراح تعمل خوارزمية قدام يمين تحت يسار. شوفوا مثل ما انكم شايفين طبقت معنا بشكل نظامي. هلا في حال كان عندك الابيض نظامي لازم تطبقه على مقابله. في حال كان عندك الابيض من على اليمين
ايش راح تساوي؟ نظامي نفس الخوارزمية ما بتحرك ولا شيء. هلا قلنا الابيض لازم نحرك 3 مرات والهاي الجنب مرة وحدة. هلا هون ما بنحرك خالص، خوارزمية نفسها. راح تعمل بهذا الشكل، قدام يسار تحت يمين. شوف اتطبقت معنا 100%. هلا هيك في حال طبقت معنا كل الاجسام كل الاشكال. هلا في ضل معنا الطرف الاخير، بنتاكد انه اللونين عم قابل بعضهم. اذا كان عندنا على اليمين بنعمل خوارزمية نفسها، قدام يسار تحت يمين. هيك بعد ما طبقت معنا نظامي 100%. هلا شوفوا الواجهه التحتانيه كلها طبقت معنا ونظامي 100%. هلا ايش بنساوي؟ هلا مشان يكون شغلنا مزبوط لازم نتاكد انه الخطين هدول مقابل بعضهم مشان يكون شغلنا مزبوط. هلا بننتقل على الخوارزمية اللي بعدها مشان نطبق الطرف الثاني. هلا شوفوا عنا فوق ازرق تحت احمر. نقلب الجنب الثاني، الاصفر ما بصير معنا لا من تحت لا من فوق، هاي ما بصير معنا. هلا راح تواجهنا مشكله بعد كم خطوه راح نحلها بكل سهوله. في عنا هون اخضر احمر اصفر ازرق احمر ازرق، شوفوا مثل ما انكم شايفين. هلا احنا اللي بيهمنا غير الاصفر ما بصير معنا قلنا. هلا راح نبلش باي واحد ما بيأثر، راح نقلبه هيك بهذا الشكل. راح نعطيكم مثال. هلا الاحمر من يمك لازم تقلبه عن مقابل الاحمر ساوي. شوفوا لازم يكون عندك خط. هلا هون عندنا صار عندنا خط باللون الاحمر وفي عندنا فوق اخضر. هلا في عندنا خوارزميتين، في عندنا اذا كان الاخضر من على اليمين او من على الشمال. في حال كان عندنا على اليمين طابع ما كيف. هلا لازم نعكسه بعكس الاخضر. شوفوا مو عندنا فوق اخضر وهون اخضر، لازم نعكسه بعكسه. وبعدين بنقرب لقدام وبعدها بنرجع وحدة وبعدين بننزل وحدة. هيك خلصنا من هاي الواجهة. لازم ننتقل هلا على اخضر مو مقابله اخضر، على اخضر هلا حاليا. شوف عنا صرنا اخضر. هلا ايش راح نساوي؟ راح نبعده هيك عن الاحمر ونقربه لقدام ونرجعه على اليمين. هيك صار عنا الابيض من هون، لازم نقلبه بهذا الشكل. عفوا علق مع المكعب. شوفوا عنا صار هيك بهذا الشكل، بننزله تحت. هلا شوفوا مثل ما انكم شايفين طبقت معنا تقريبا هاي الواجهه نصها وهاي الواجهه نصها. هلا ما لك علاقه انت بالحرف الثاني. هلا شوفوا عندنا هون برتقاني فوق اخضر، عندنا على اليمين اللي على الشمال. على الشمال بنجي على الخوارزميه اللي بعدها. في حال كان عندنا على الشمال او على اليسار بتطلع هيك، في حال كان عندنا كسا عكسه. بعدين بنقرب من يم الاخضر وحده ومنرجع وحده كمان بنرجع وحده. هلا خلصنا من يم البرتقاني بننتقل على الجنب الاخضر. هلا هون لازم نبعد عن البرتقاني مثل ما قلت لكم، نفس الخوارزمية بس لكن بالعكس. بعد وحده بنقرب يسار بنقرب لقدام بننزل لتحت. هيك اتطبقت معنا جنب وجنب. هلا شوفوا مقابل بعض الازرق بنعملها على السريع، قدام يسار تحت يمين. هاي بنعكسها عكسها بنقرب من هيك صار معنا الخط ابيض ساوي بنقلبها. هيك صار عندنا وحده تنتين جنبين شغالات وتقريبا جنب شغال. هلا بنجي على الحاله الاصعب، حاله الصفراء. في حال كان عندك عند الجناب كلها صفر. هاي المشكله انا عانيت منها شوي بعدين قدرت احلها بكل سهوله. هلا شوف عندك هاي الواجهه نظامي وهي الواجهه نظامي. هاي الواجهه فيها مشكله يعني ناقصه وحده. عندك بتجي على الواجهه اللي ناقصه وحده وبتقلب من تحت على اليسار، بتجي من تحت على اليسار. هلا بتجي بتنفذ. شوفوا من تحت على اليسار بتعمل قدام يمين بتنزل لتحت. هلا بتقلب اللي كنا قالبينها من قبل على اليمين، مو كنا قالبينها على اليسار بنرجع بنقلبها على اليمين. صار عندك نقص واحد من تحت. هاي ما هي مشكله. راح نقلب الفوقاني مقابل بعضه. شوفوا عندنا هون الاحمر مقابلنا. هلا قلنا في حال كان عندك مقابلك ايش راح تساوي؟ راح تقلبها على اليسار. هلا في حال ما كنت بتعرف الخوارزميات كلها بس بتقبلها 3 مرات، قدام يسار تحت يمين، قدام يسار تحت يمين، قدام يسار تحت يمين. 3-4 مرات بيمشي حالها. على الاغلب 4 مرات في حال كانت من يمك، و3-4 مرات 100% راح تصير معك. هلا شوفوا عنا حاليا الواجهات اللي كنا مطبقينها خربت، ما هي مشكله بتعملها على مقابل الاحمر. هاي الخوارزميه سهله بس لكن انت لازم تتعود عليها. على عكسها قدام يسار تحت بترجع بتقلبها. ما بقى بدنا هذيك الواجهه بنعكسها عكسها قدام يسار تحت. خلاص احفاظ قدام يسار تحت بعكسها. عرفت شلون؟ في عندك هاي الازرق، في عندك من يم البرتقاني عكسها قدام يسار تحت بتعكسها عكسها. من فوق لازم تعمل على اليسار قدام يسار تحت.
هلا شوف هيك عندك الواجهه كلها اتطبقت معك. هون انتهينا من هاي الخوارزميه. هلا هاي الخوارزميه انتهينا منها. بنيجي على الخوارزميه اللي بعدها. في حال كان عندك نقطه او حرف دال او عندك خط، على سبيل المثال عندك خط، ايش راح تساوي؟ راح تقلب المكعب بهذا الشكل على اليمين من يمك راح تقلبه على اليمين. بعدين بترجع بتنفذ نفس الخوارزمية. شوفوا مثل ما انكم شايفين بتمسكوا هيك، لازم يكون الابيض من تحت يمين. بعدها بتنفذ نفس الخوارزمية قدام يسار تحت، ترجع بترجعوا على اليسار. اول شيء عملتوا انت على اليمين بدك ترجعوا على اليسار. هيك صار عندك حرف الدال. لازم تقلب حرف الدال لفوق، لازم يكون بهذا الشكل الدال نظامي. بتقلبوا بهذا الشكل، بتقلبوا على اليمين من يمك قدام يسار تحت يمين، بترجع من يمك بتقلبوا على اليسار. هيك صار عندك خط. في حال كان عندك الخط لفوق لازم تقلبوا لتحت. وبعدين بتنفذ نفس الخوارزمية من يمك بتقلبوا على اليمين قدام يسار تحت، ومن يمك بترجعوا. هيك صار عندك حاليا الخوارزمية اللي بعدها، واللي هي صار عندك شكل الزائد، او عندك تقلبها لتحت اذا كان عندك حرف السمكي. اذا كان عندك حرف السمكي مثل ما نكون شايفين هاي هيك شكل سمكي زائد ومن تحت اصفر مشان تعرفها. بتجي بهذا الشكل بتعملها قدام يسار تحت يسار، ترجع مرة تانية قدام يسار تاني مرتين، بعدين تحت ترجع على نفس السمكة. هلا قدام يسار تحت يسار، قدام يسار تحت يسار، مرة تانية قدام يسار تحت. هيك طبقت معنا الوجه الفوقاني والوجه التحتاني نظامي. هلا صار عندنا بهذا الشكل. ضل معنا الخوارزمية اللي قبل الأخيرة. بتدور هلا على الطرفين بنفس اللون. شوف عندنا هون اللون الأحمر بتقلبن على نفس اللون، هاي اللون الأحمر. هلا لازم نقلب هذا الجنب لورا، كله علينا نقلب هذا الجنب لورا، تأكد إنه الأبيض تحت. هلا إذا ما عندك نفس اللون ما بيأثر، بتعمل من أي جنب وبتعمل هاي الخوارزمية. يمك شوفوا من هالجنب من على اليمين بتقلبوا يمك، والقدامك هذا القدامك بتقلبه كله على يمينك. قلنا قدامك يمينك، ترجع مرة تانية لقدام من ورا. شايف هاي من ورا تعملها تنتين. شوف تقلبها لورا وحدة تنتين. هيك صار معنا حرف ال. بعد ما يصير معك حرف ال بنرجع على نفس الوضعية. بنصير معك حرف ال هون راح تقربه لقدام. بعد ما نقربه لقدام من يمنا راح نقلبه على اليسار، يعني يمنا بنقلب اليسار. اول شيء قلبنا اليمين ما دايما نقلب اليسار. هلا بنرجع بناخذ الطرف ليمنا بنقلبه من ورا لطرفين مرتين، واحد اثنين. هلا شوفوا صار عندنا هذا خط ابيض نقلبه لتحت مرتين. شوفوا تحت الفاضي اصفر. هيك تطبق معنا الوجه التحتاني نفس الخوارزمية. هلا شوفوا هون من المحتمل يكون معك خط، هذا الخط بتقلبه على نفس الوجه بتقلبه ليسارك. هلا ضل معانا الخوارزمية اللي الأخيرة، هاي آخر خوارزمية وأنا بعتبرها أسهل خوارزمية. في حال كان عندك نفس اللون بتتركه لورا بتعمل هاي الخوارزمية. إذا ما عندك نفس الشيء قدام يمين بعدين قدام يسار. هلا بتعمل نفسها بس على العكس، قدام يسار وبعدين قدام يمين، وبعدين هلا بتنزلها هاي لتحت وبتبرمها هاي على اليمين. شوفوا ما كنتوا شايفين هاي لازم نحطها هون، بعدين بتبرمها على اليمين. هلا بنبرمها برمتين لتحت، وهيك بكون تطبق معنا المكعب بكل سهوله. وهيك بكون انتهى مقطعنا اليوم. اذا في شيء ما فهمتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات. وكان معكم علوش والى اللقاء.